السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات دودي. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله صينية رز معمر. مكوناتها سهلة وبسيطة وجميلة جدا، هتعجبكم. انا معايا كوبايتين رز مغسول كويس، 3 معالق من السمن، معايا قشطة، ومعايا 2 كيلو من اللبن. بس القشطة ده هنستعملها في الاخر خالص. انا دلوقتي هضيف بقى الرز بتاعي اللي انا غسلاه كويس، واحط عليه كوباية سكر والسمنة. السكر بتاعك بقى بتظبطيه زي ما انتي ما بتحبي. شوفي انتي بتحبي السكر بتاعك يبقى مظبوط ولا زيادة اقل، اللي انتي بتحبيه اظبطيه بقى. بس كوباية السكر اللي انت تشوفوها دي خليته مظبوط جدا، ولا مسكر ولا حادق. هضيف بقى 3 المعالق السمنة بتاعي، دي سمنة بلدي بس من اللي هي الصفرة. وهقلب الرز فيها كويس، والسكر برضه هحطه وهقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم بجد طلعت الصينيه الرز المعمر دي مظبوطه جدا وجميله، وانتوا هتشوفوا في الاخر وهتعجبكم باذن الله. وبكده بقى انا ضفت كوبايه السكر بتاعتي، هديها تقليبه برضو مع الرز والسمنه وكده. وبعد ما اقلبهم بقى هضيف كيس فانيليا، بتديها نكهه حلوه جدا وريحه حلوه وهي في الفرن. بتفرق في الطعم جدا يعني، وفي الريحه كمان. لو عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكله خالص. طبعا بتكوني مجهزه اللبن بتاعك، انا كنت غلياه. وطبعا بتكوني مسخنه الفرن جدا قبلها. انا كده دخلتها الفرن، وكده بقى بعد ما الرز استوى انا ما كنتش مشغله الشوايه. ضفت السمنه بتاعتي كده على الوش عشان تديها لون وطعم حلو. بس ما استحملتش وانا بحط القشطه يعني وهي في الفرن، خرجتها عشان الفرن كان حامي جدا. فانا خرجتها من الفرن، حطيت عليها القشطه زي ما انتم شايفين كده. اخلي الوش كله عليه قشطه، وبعدين هدخلها الفرن تاني تاخد وش بقى. على الوش دي السمنه بتاعتنا. شيء زي ما انتم شايفين كده، خليت الوش كله اختلط بالقشطه. وما شاء الله شايفين شكلها بعد ما خدت لون جميل. وده الشكل النهائي بتاعها بقى، اقطعها معاكم واوريكم. انا قطعتها وهي سخنه ما كنت مستعجله عليها جدا. عايزه اقول لكم طلعت جميله جدا ومظبوطه. ما شاء الله كانت حلوه قوي. هي سايحه شويه عشان انا مقطعاها سخنه. شايفين ما شاء الله. على فكره اللي وقع من على الوش ده قشطه، بس لما بتبرد شوية بتبقى يعني احلى. انا عموما بحبها وهي باردة، بس انا حبيت ايه اوريكم يعني بعد ما استوت وكده. على فكرة الوش بتاعها كان طري وجميل، بس الرز كان مفلفل وكانت حلوة جدا.